أن الصحفي غدير الشرعبي ابن المرحوم سيف محمود فرج أنا بمكان الحادث الآن، مكان مقتل والدي اللي هو داخل تحوش بيتنا، مش كما يزعم البعض أنه في الخارج. أنا ترددت كثير أن نعمل الفيديو هذا وأن نطلع أتكلم صوت وصورة للناس. توقعت أنه صوت صياحنا وأن منشوراتي تكون كفيلة أنها يتم القبض على وليد في اليوم التالي، لكن إحنا اليوم الرابع والآن لم يتم القبض على وليد. خلني العبرة عشان أوصل لكم معاناتي، لكن أنا ما كنتش تبكي، لكن شوف دم أبي بيسوى كامل. القصة وما فيها إنه أبي كان داخل راقد. أختي قالت لي بيا بقوم صاحب الدليفري خارج مكتب تسهيل للتوصيل، هو بيأكد الكلام على كلامي الآن. قالت لي يابا مكتب التوصيل خارج، للعلم إنه قبل ما أختي تقيم أبي سمعنا صوت رصاص، وإحنا متعودين بالحارة نسمع صوت رصاص دائما، لأن الحارة مليانة مسلحين، مليانة ناس مخزنين كذا بالمختصر المفيد. أبي يفك الباب يكتشف إنه وليد وأصحابهم اللي دقوا الباب، يقولوا له من رمي الرصاص. أبي يقول لهم أنتم اللي رميتم الرصاص، ليش جالسين تفقعوا الجهال؟ ليش تروعوا النساء؟ ترموا الرصاص ليش؟ أنا ما فيش معي سلاح عشان نرمي معاكم. من كلمة لكلمة قاموا هتكوا عرضه، سبوا له يعني بكلمات أنا أستحي إنني أطلع أتكلم فيها قدامكم، أستحي إني أطلع أتكلم فيها قدامكم. أنا كنت بمكان الحادث، أنا واقفة وراء أبي، أنا وأختي الصغير وأمي. وليد قدم ما قبل الباب، وليد كان يشتي يقتل أبي، ما كانش يشتي يدافع كما يقال إنه يشتي يدافع عن نفسه. وليد كان نيته قتل تخرج من نفسه. قدم ما قبل الباب، بنفس الدقيقة سمعت صوت 7 أو 6 طلقات. شوفوا الطلقات هلهم من خارج كمان، رمي بشكل عشوائي. أبي فتح ذراعي حامي علينا لأن احنا وراه كنا نصيح